السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم بقى كده في جوع نص الليل اللي بيقومنا جعانين ده وما بنبقاش عارفين نعمل ايه؟ ما تيجوا كده اقولكم على حاجة بعملها في السريع وسهلة وبسيطة قوي قوي قوي، والكل بقى محبين الاندومي والحاجات ديت. الناس بقى اللي بتحب الاكل الصحي والحاجات دي، الفيديو ده مش ليكوا خالص. اول حاجه كده عملتها، طبعا قعدت ادور كده نعمل ايه. المهم لقيت كده كيس فيه كام جناح كده، اجنحه في الفريزر، خرجتهم وسبتهم يفكم. ما استنيتش عليهم كتير يعني، عشان جوع نص الليل ده ما بيستناش. طبعا معلقتين زبادي، على معلقه مستردة، على بابريكا، على بهارات فراخ، على فلفل اسمر، على ليمونه، وتبلتهم وسبتهم في جنب كده. تمام. معايا بقى كده كيس الدقيق، حطيت هنا كوبايه دقيق، حطيت عليها معلقه نشا، حطيت بابريكا، بهارات فراخ كده زي ما انتم شايفين، شطه، ملح، فلفل اسمر، وهحط توم بودره وبصل بودره. وهنبتدي اللي احنا نتبل بيها الفراخ. وحطيت معلقه جنزبيل بودره برضو. تمام. هنا بقى ابتدي احط الملح كده، ابتدي احط فلفل اسمر. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. حبايبي بقى السهرانين، الجوع بقى بتاعنا بتاع نص الليل ده في الشتاء، هو ده بقى اللي هينفع معانا. هبتدي كده اللي انا احطهم في كيس واقلبهم كده زي ما انتم شايفين. حاجه كده سهله وبسيطه، ومش محتاجه وصفات ولا محتاجه وقفه ولا بتاع، في السهل كده، في السريع الممتنع. هنبتدي بقى كده، خلاص تبلتهم يعني، سبتهم فتره محترمه يعني. هبتدي بقى اللي انا احطها في ميه، وارجع احطها في الدقيق، وارجع احطها تاني، اعمل لها طبقتين كده من الدقيق. تمام. زي ما انتم شايفين كده معايا ميه ساقعه كده فيها مكعبات، ابتدي اللي انا اعملها كده. ايه رايكم بقى؟ والله العظيم الاكله دي تحفه، بجد بجد بتسد. هنبتدي بقى اللي احنا كده نعمل كده كل الكميه مع بعض زي ما انتم شايفين. وعشان ما اقلبش في اطباق ومش عارف ايه ومع الكيس طبعا، ففي الكيس كده على طول بحطها في الكيس وبرجها، بس هي ما جاتش في التصوير. انا كنت متخيله ان هي موجوده في التصوير يعني، فبحط في الكيس كده واقوم لفه الكيس وارجها فيه، بتقوم واخده طبقه الدقيق على طول وخارجه معايا كده زي ما انتم شايفين. طبعا على زيت سخن جدا جدا جدا. هنبتدي بقى اللي احنا ننزل الاجنحه بتاعتنا دي كده زي ما انتم شايفين. والله يا جماعه بيبقى طعمها تحفه، روعه روعه جدا اقسم بالله. بتبقى واخده لون ذهبي كده ومقرمش. يا احلى حاجه في جوع نص الليل ده، اللي بيجبرك اللي انت تقومي تتصرفي، وبس في نفس الوقت اوحش حاجه فيه لما بيبقى عمل وراه كده حبه محترمين من المواعين، وانت بقى نفسك تاكلي ومكسله بقى تغسلي المواعين ولا تشوفي هتعملي ايه بالظبط. يعني انا عشان جعت توقفوني في البرد اغسل المواعين؟ طب مانيش غاسله بقى. بعد كده زي ما قلت لكم، هنبتدي بقى اللي احنا نحطها كده على زيت سخن زي ما انتم شايفين. دي اول حاجه كده هنبتدي نعملها. طبعا الناس بقى اللي ما بتحبش الاندومي يا جماعه تخرج من الفيديو ده، عشان ما نبقاش نزعل من بعض. انتوا لكم فيديوهات تانية موجوده على القناه، شوفوها براحتكم. الفيديو ده لعشاق الاندومي بس، للناس اللي بتجوع نص الليل، للناس السهيره، اصحابنا وحبايبنا. تمام. شايفين كده اللون الذهبي المقرمش اللي هي خدته، اللون الجميل ده، لونها جميل جدا جدا جدا. هبتدي اوطي عليها النار واسيبها سيكه كده عشان ابقى اطمنت ان هي استوت كويس. تمام. نفسي اقول لكم اتفضلوا معايا، والله شايفين اللون، شايفين الجمال، كان طعمها جميل جدا 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 جدا. يلا قوموا بقى كده جربوها وبألف هنا وشوف. ممكن اللي انت تعملها بقطع دجاج عادية، ممكن اللي انت تعملها بقطع بانيه، ممكن دبابيس عندك موجودة عادي، براحتك، اللي متاح معاكي واللي موجود عندك. وحتى لو مش متاح خالص، هقولك مع بعض نعمل اندومي ازاي بطريقة كده جميلة وسهلة. ومش لازم ان احنا نقدم جنبيه اي حاجه، انا بس كده قعدت ادور اشوف ايه موجود نقدمه جنبه. اول حاجه كده طبعا ميه سخنه، ابتدي ان انا انزل فيها كميه الاندومي اللي معايا زي ما انت شايفه كده. حط الاندومي كده في الميه السخنه. اول ما الاندومي تبتدي ان هي تغلي كده معايا وتاخد تفكي كده من بعضها، ابتدي انزل عليها بالبهارات بتاعتها. تمام. وبعد كده بقى لما تبتدي تدخل على سوا كده، هبتدي اصفيها واقول لكم هنعمل فيها ايه. هي بصراحة هي تتاكل كده، بس احنا بقى عايزين للمزاج كده بقى نظبطها ونخليها بقى كده لعشاق الاكل. تمام. ابتديت كده ان انا صفيت الاندومي معايا طبق فيه جبنة رومي،
التركايه بقى والعشق، حطي على الاندومي جبنه رومي وادعيلي، وجربيها وادعيلي. هحط بقى كاتشب، هفضي كمان كيس من بهارات الاندومي كمان. حطي لانشون بقى براحتك، حطي زيتون براحتك، اهم حاجه تحطي شويه كاتشب، وتحطي جبنه رومي، وتحطي كده شويه من الميه بتاع الاندومي متقلبه عشان الجبنه الرومي تسيح معاكي. ويا سلام بقى، يا سلام يا سلام لو عصرت عليها نص ليمونه. كليها وجربيها وادعيلي. تمام. خلاص كده بقى اهو عصرت نص الليمونه، انا ما اكدبش عليكم في حاجه ابدا. وخلاص كده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.